بصوا خلينا اوضح جزئيه صغيره. طبعا انتوا عارفين ان الفيديوهات بتاعتي بحاول فيها ان اتكلم عن المباني المميزه في اي مكان في العالم، فلما بتكلم عن مبنى من دول واشكر فيه واقول انه كويس مش معنى كده ان ما فيهوش مشاكل، لا طبعا ما فيش حاجه كامله، بس مش معنى كده برضو انه يبقى وحش، وبرضو مش معنى اني بتكلم عن حاجه حلوه بره يبقى تنفع عندنا، لان بلاقي ناس كتير جدا بتتهمني اني بشكر في اي حاجه موجوده بره مع ان عندنا زيه ومش عاجبك. ده طبيعي لان المباني بتتصمم على حسب المكان اللي موجوده فيه، ما ينفعش اخد مبنى في امريكا واعمل زيه عندنا في مصر بالظبط، فاهمني؟ لازم يكون في اعتبار للمكان اللي بنصمم فيه، الا ساعتها هنبقى بنقلد وخلاص. ده الف ب عماره. اخر حاجه، في فرق كبير جدا بين المين ستريم التوجه العام والحالات الفرديه. يعني ايه؟ يعني عادي جدا تلاقيني عامل فيديو عن مبنى ازاز موجود في بلد حر لان الفكره بتاعته حلوه، مع انه هيستهلك كهرباء كتير جدا، بس هو مبنى واحد مميز ومعمول لهدف ما، فمش هيأثر قوي. انما تبقى مشكله كبيره لو بقى ده التوجه العام، بقى ده الترند وكل المباني اللي عندنا بقت ازاز، لان ساعتها التأثير فعلا هيكون كبير. اللي عايز اقوله اننا محتاجين نوسع منظورنا شويه